اي حد يلتمس الاعذار للعيبه الاهلي امام صن داونز دول مش عاوز الا غير مشاهدات فقط لا غير. انما لعيبه الاهلي ما تستاهلش انها تفوز، ما تستاهلش انها توصل للنهائي، لان اللعيبه ما عندهاش الحميه انها تفوز على صن داونز، ما عندهاش الحميه انها تجيب هدف. تقول لي كوره ضربت في العرض، ضربه جزاء ما جاتش، كوره ضربت في حرس المرمى، كل الكلام ده وارد في عالم كره القدم. ولكن المدير الفني فين؟ مع ان المدير الفني بيوصلك لل 18 وال6 يارده، مش ناقص الا غير هو ينزل يجيب الهدف. انما مارسيل كولر نلوم عليه، التغييرات كان بدات من نهايه الشوط الاول، مش يستنى للشوط الثاني حتى اللي يبدل تغييرات. طب ما انت حضرتك اللعيبه شفتها ان مش ماشيه معاها الكوره في الشوط الاول، يبقى من نهايه الشوط الاول اغير اللعيبه اللي الكوره مش ماشيه معاهم دي. وبعدين اكرم توفيق ما ينزلش مكان محمد هاني عشان ما تحبش محمد هاني وتقول خلاص كده مكانه راح. واكرم توفيق مش هيأدي زي ما كان بيأدي قبل الاصابتين في المكان ده بالذات تحديدا. انما النهارده اكرم توفيق المفروض كان نزل في مكانه الاصلي وسط ملعب. انت وسط الملعب رايح في 60 داهيه معاك، يبقى لاعب اكرم توفيق في نص الملعب وكده كده الخط رايح معاك، يبقى كده كده ممكن اكرم توفيق كان انجز في نص الملعب وتسيب محمد هاني مكانه. انما حضرتك على مباراتين تطلع محمد هاني وتنزل اكرم توفيق من الدار للنار. ليه عملت كده مارسيل كولر؟ انا مش عارف. وصممت انك انت تنزله في الماتش الثاني امام صن داونز. ليه؟ اكرم توفيق مش هيأدي بنفس اداء محمد هاني في المكان ده، يبقى اكرم توفيق المفروض كان نزل في مكانه خط وسط. محمود كهربا بيلعب بطريقه مرتضى منصور، طريقه مرتضى منصور هي طريقه كهربا في الملعب، عفواني ولكن كان احسن الوحشين. المفروض كهربا ما كانش طلع، المفروض كهربا كان ابقى عليه، لان كهربا ما تعبش. اي نعم هو بيلعب العاب غلط في غلط ولكن ما كانش تعب. موديست كان طلعت له اي حد من خط الوسط وسبته مع كهربا. انما انت بتنيل الدنيا، بتنزل لي موديست مكان محمود كهربا، وبعدين بتنزل لي صلاح محسن اللي هو ما كانش موفق في المباراه اللي قبلها. حسين الشحات المفروض كنت خرجته من بدايه الشوط الثاني او من نهايه الشوط الاول. ما انت كنت المفروض اساسا عملت تبديلاتك من نهايه الشوط الاول، ما تستناش الشوط الاول كله يخلص وبعد كده في الشوط الثاني تيجي تعمل التبديلات، تنزل اثنين يقوم هو ينزل واحد قدامك يفسد لك التبديلين اللي انت عملتهم. هو ما كانش عاوز حاجه من المباراه الا غير الكوره تبقى من ال 18 دول لل 18 دول، وهو اللي نجح فيه ان الكوره في ال 18 بين ال 18 هنا وبين ال 18 هنا، والاهلي ما فيش منه حلول خالص، اللعيبه ما فيش منها حلول خالص. اللعيبه دي شفتها مش موافقه على مرمى صن داونز، غيرهم، ممكن تيجي مع لاعب غيره. انما تيجي في نهايه المباراه تعمل لي تبديلات واللعيبه تنزل بطريقه متراخيه. شفنا رضا سليم عمل لعبه واثنين والثالثه اتصاب فيها. ليه؟ لانك انت نزلته اصلا متاخر، نزلت رضا سليم متاخر جدا على المباراه. انما حقيقه النادي الاهلي اللعيبه ما عندهاش الحمل. شفنا نادي الزمالك امام ارتا سولار مهزوم 1-0 في الشوط الاول، الشوط الثاني اللعيبه تنزل بكل عفويه على لعيبه ارتا سولار، ارهبتهم بالفعل، عملوا هدف واثنين وثلاثه واربعه. ده ليه؟ لانهم عملوا ارهاب للعيبه جوه المباراه او في الشوط الثاني تحديدا. ما شفناش كده من لعيبه النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي كلهم متراخيين، كلهم بيلعبوا اي كلام في الملعب، مش عاوزين يكون عندهم حميه النادي الاهلي، مش عاوزين يحسوا بقيمه النادي الاهلي، مش عاوزين يحسوا بتيشيرت النادي الاهلي. تيشيرت النادي الاهلي لوحده برهن. انما انت حضرتك عملت ايه عشان تكرر الحكايه دي؟ لعيبه نادي الزمالك ارهبت لعيبه ارتا سولار بالفعل، حصل هدف واثنين وثلاثه واربعه. انما انت حضرتك مش عارف تجيب هدف وتجي لك ضربه جزاء تضيعها. موارد جدا ان ضربه الجزاء تضيع من احسن اللعيبه، بس انت كملت الملعب ازاي؟ كملت المباراه ازاي؟ ما عرفتش تدير المباراه بعد ضربه الجزاء ما ضاعت. النهارده بقول لمارسيل كولر اداره المباراه اداره غلط في غلط في غلط، وما تجيش في المؤتمر الصحفي وتقول لي ملناش توفيق ملناش حظ. الحظ والتوفيق كان بين ايديك، كنت غيرت من نهايه الشوط الاول، مش تستنى للشوط الثاني حتى اللي تبدي تغييراتك. مارسيل كولر المباراه هربت منك ولعيبتك ما تستاهلش ان تكون في النادي الاهلي.